ازيكم كل متابعينا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعتلكوا بفيديو جديد. النهارده هنعمل التورتيه القمر اللي انتوا شايفينها دي. قعدت اسبوع كامل كده اشتغل التورت دي، بس بقى بالوانات مختلفه بقى. البينك وال- الكشمير واللبني والوانات كتير والبيضه. ف صورتلكوا بس 2 منهم، وهقولكوا النهارده ازاي تكتبي على التورتايه بالشكل ده. اقول كل حاجه في الفيديو، بس طبعا لو انتي اول مره تشوفيني واول مره تشوفي القناه بتاعتي، ياريت تشتركي في القناه كده وتفعل الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار جديد مني. نعمل النهارده الترند، و اقول كل حاجه في الفيديو وطلعناها بكده. اول حاجه كده يا بنات، انا هنعمل بس الكريمه التورتايه دي مقاس 20، تمام كده. مقاس 20 حاليا دلوقتي في الجو اللي احنا فيه ده تاخد 3/4 كوباية من الكريمة. 3/4 كوباية من الكريمة عليهم كوباية ونص من المية المتلجة، خلاص كده. وعليهم كمان نص كوباية من السكر، أو ممكن ربع كوباية من السكر. ما تركزوش في المقادير اللي أنا بحطها في البولة، لأن أنا كان معايا شغل تورت تاني. أنا بقولكوا بس إن التورتاية هتاخد مني قد ايه من الكريمة. خلاص، انا طبعا كنت ضاربة الاسبونج بتاع التورتة. وطبعا انا عملت معاكم قبل كده نفس مقاس 20، بعملها ب3 بيضات، معايا 300 جرام من الاسبونج، فانيليا، ومعايا معلقة محسن جل صغيرة، معايا ربع كوباية من المية. بضربهم في العجان. لو مفيش عندك عجان تقدري تضربي بمضرب كهربائي، القوة بتاعته تكون عالية عشان يطلع معاكي بالارتفاع وبالحلاوة اللي انتوا شايفينها دي، تمام. اول حاجه يا بنات، تظبطي درجه الحراره بتاعتك عشان الاسبونج يطلع معاكي ناجح 100% زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى المنشار بتاعي وابدا اقطع الاسبونج بتاعي بعد طبعا ما شلت اللي في الجوانب. لو في حاجه مثلا زياده في القعده وكده، بحب ان انا اقشرها بصراحه، بحيث ان هي تبقى آه، يعني حلوه. بصراحه الاسبونج المره دي كان يعني مش عارفه، في حاجه غريبه. كنت على طول أعمل المقدار ده يطلع معايا 3 طبقات على رقم 8، والطبقة الرابعة تطلع معايا على رقم 9. خلاص. هي طلعت معايا 4 طبقات على رقم 8، وطلع معايا يعني بصوا مش طبقة، هي طبقة خفيفة جدا. معرفش ايه السبب بصراحة يعني. المهم، ابتديت ان انا بقى هجلد بقى الكيك بتاعي. طبعا الكيك مفيش فيه شغل بره، او مفيش مثلا تزيين بره، شوكولاتات اي حاجه. فانا هبدا ان انا احشي التورتيه بتاعتي من جوه. الحشو بتاعي اللي هو ايه بقى، احط مثلا كراميل، جيلو فراوله، جيلو مانجا. لكن اللي هي الحشوات بقى المكسرات، او مثلا التوت والحاجات دي، لا، ما بحشيش انا الكلام ده. ليه بقى؟ لان ده بيبقى مكلف، واحنا التورت بتاعتنا يعتبر اقتصادية عن تورت المحلات. خلاص. شكلا وسعرا، يعني اللي هو ايه، الشكل بتاعنا طبعا ما مش زي تورت المحلات اطلاقا. ان التورت بتاعتنا ارتفاعها بيبقى عالي. يعني هي تورت المحلات يعتبر بيبقوا 3 طبقات نفس الارتفاع بتاعنا دلوقتي، اللي هما الطبقتين. خلاص. ف يعني بيبقى عندنا الشغل بتاعنا بيبقى مختلف شوية. فحشيتها بس جيلو كراميل. عايزة اقول لكم ان اصلا الكريمة مع جيلو الكراميل بصراحة بيعملوا ميكس حلو قوي، بيبقى طعمه حلو جدا. عايزة اقول لكم ان الاسبونج هاشش جدا وحلو قوي قوي، طري جدا. هبدأ بقى ان انا اخد تجليسة بسيطة بس كده للكيك، لان انتوا عارفين ان انا هعمل لون على التورتاية، فلازم ان انا ابطنها بطانة بسيطة، بحيث ان اي فتافيت ما تظهرش معايا في التجليس وانا بجلس، لان هيبقى الكريمة ملونة، فاي فتفوتة كده بتبان في الكريمة على طول. خلاص، احنا عايزين الكريمة بتاعتنا تكون يعني حلوة كده، مفيش فيها اي حاجة. هبدأ دلوقتي ان انا ابطن التورتاية كده زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لك طبعا التورتاية في الشتاء مقاس 20 بتاخد 3/4 كوباية من الكريمة، لأنها في الصيف ممكن تاخد كوباية وربع من الكريمة. في طبعا في
في الشتا غير الصيف، يعني شغل الشتا بيبقى ممتع جدا وحلو جدا، والمكسب فيه بيبقى حلو جدا لأن بتعملي عروض، بتعملي طواجن. لكن في الصيف بيبقى الموضوع صعب جدا، يعني بيبقى الموضوع صعب مع التعامل في الكيك والكريمة، سيحان بقى في الكريمة وكده، فالموضوع بيبقى صعب شوية. جبت بقى اللون الأزرق، في لبني وفي أزرق، ممكن تاخدي نقطة بسيطة من الأزرق، أو لو مش عندك أزرق تقدري إن انتي تحطي نقطتين من اللبني، هيطلع معاكي اللون طبعا محتاجين. خلاص. عايزة أقولكم إن التورت دي طلبت مني كل يوم أو كل يومين تلاقيني كام تورتة كده مع بعض صراحة يعني. خلاص. كده أخدت الدرجة اللي أنا محتاجاها، هبدأ بقى إن أنا أجلس التورتاية بتاعت زي ما انتوا شايفين كده. التورتاية بقى يعني كل ما على ما أنا جلست التورتاية كان دخل في الكريمة هوا. خلاص يعني البولة بتبقى مليانة كده على ما بخلص التورتاية. وتفضل معايا كريمة بسيطة عشان أنا أجلس بقى التجليسة النهائية. لازم تضربيها كويس جدا جدا بالسباتيولا بحيث إن هي تطلع كل فراغات الهواء، عشان لما تيجي تجلسيها تلاقيها معاكي ناعمة زي ما انت شايفاها كده. تلاقي أقل شوية كريمة نجلسوا معاكي التورتاية. خلاص يعني مش هتاخد منك بتاع كريمة كتير لأن الكريمة ناعمة معانا. خلاص. بس كده زي ما انتوا شايفين. جيب بقى السكرابر بتاعي ومشي على التورتاية كده لغاية ما تتظبط معايا واخلصها تجليس، ونشوف بقى المرحلة اللي بعد كده. عايزة اشكر طبعا كل من سأل عليا وشافني طبعا انا غايبة ليه وايه السبب وكده. انا طبعا اتكلمت معاك قبل كده ان انا كانت عندي ظروف سواء صحية او في البيت او كده، فاليومين اللي فاتوا دول بصراحة يعني ما كانوش احسن حاجة، بس الحمد لله يعني الحمد لله على كل اللي جه ربنا يعني. تمام. هبدأ بقى إن أنا أجلسها كده زي ما انتوا شايفين. والله في يعني ناس بيدخلولي على الخاص يطمنوا عليا. ببقى يعني لما بلاقي مثلا رسايل إن حد بيطمن عليا وكده، صراحة ببقى مبسوطة جدا جدا، بحس إن أنا فعلا يعني إن أنا موجودة، إن الناس عارفين إن أنا موجودة. فبيسألوا عليا يشوفوني فين مختفية فين يعني. شفتوا بقى القعدة زي ما بقولكوا، القعدة تقيلة جدا في التجليس. وحشة جدا يعني. هي القعدة عادت تعباني دلوقتي في الشغل بصراحة تعباني، بس أنا موصية طبعا إن أنا أجيب قعدة استانلس اللي هي الخفيفة دي أحسن من البلاستيك دي 100 مرة. أنا عايزة طبعا أكتب على التورتاية، وانتوا عارفين طبعا الخط بتاعي مش أحسن حاجة، فبصراحة رحت أجيب خامات، فلقيت دي عند الأستاذ طارق، فجبتها من المحل اللي أنا بجيب منه الخامات بتاعتي. بصوا هي فيها كلمات كتير من اللي بتتكتب على التورته وكده، فيها هابي بيرث داي. فجبتها يبقى أصلا مكتوب الكلمة على الطبعة من ورا. خلاص. هبدأ بقى إن أنا أدخل بس التورتاية بتاعتي شوية التلاجة، بحيث إن أنا لما أجي أطبع بقى البصمة بتاعتي تبصم. خلاص. انتوا مش شايفين ان هي بصمت، بس انا شايفة ان في علامة في الكريمة، يعني ان انا اقدر اكتب عليها. اجيب بقى بصوا كريمة او مثلا جلوهات. بس بصراحة انا بحب الكتابة بالكريمة، يعني كريمة تخففيها حاجة بسيطة خالص عشان تعرفي تكتبي على التورتاية دي. طبعا كنت اول مرة اجرب البصامة دي، وكنت عايزة بس اشوف النتيجة بتاعتها. النتيجة بتاعتها حلوة بصراحة يعني، يا رضياني وخليها حتى الكلام بشكل حلو. كنت أتمنى يعني إن أنا خطي يبقى حلو كده، أقدر إن أنا ما امشيش طبعا ورا علامات يعني. نتعلم إن شاء الله في العربي. لأ، ما يعني خطي كويس شوية، لكن بالإنجليزي لأ، ده أحسن حاجة. بس بصراحة الطبعة دي حلوة. الطبعة دي تقريبا جايباها ب50، والله مش فاكرة، والله ما عدت فاكرة، محدش فاكر. انا جايباها بقالها شهر عندي، ف محدش فاكر اصلا انا جايباها بكام، بس هي مش غالية اوي يعني.
جبتها تبقى موجودة عندي، وفيها على فكرة كذا كلمة كمان بس معادش فاكرة الكلام اللي موجود على الطبعات التانية. بس دي الأولانية. خلاص التانية بقى بعد ما جلستها بقى التجليسة اللي انتوا عارفينها دي بطنتها، بس انا عايزة اطلع بقى اللون الكشمير، مطلوب مني لون كشمير. حطيت لون ازرق مع لون اصفر، لون ازرق مع لون احمر. خلاص نقطة ازرق مع نقطة احمر وقلبتهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. خلاص اجيب بقى لون اصفر احط، يعني بصوا حاجة بسيطة كده، وكل شوية كده افضل اقلب لغاية ما اوصل للدرجة اللي انا محتاجاها اللي هو الكشمير. خلاص يعني لون احمر مع ازرق، بعدين بضيف عليهم لون اصفر هيطلع معايا اللون اللي انا محتاجاه اللي هو الكشمير. عايزه اقول لكم ان شكله حلو قوي، اللون اصلا تحفه بصراحه يعني. هبدا بقى انا اجلس التورتايه كده زي التانية بالظبط، وابدا برضو اعملها بالطبعه اللي انا جايباها. عايزه اقول لكم ان الطبعه دي وفرت عليا حاجات كتير جدا جدا، احسن طبعا من ان تسيحي شوكولاته وتعملي في مولد سيليكون. انا كنت بقى على طول بعمل بالمولد بصراحه يعني. بس ساعات مبيبقاش في وقت، او بحس ان في تورتايه كده ان انا لو حطيت عليها الحروف بتاعه المولد مش هتبقى احسن حاجه ومش هيبقى شكلها حلو. لكن التورت اللي زي دي تكون صغننه كده تبقى محتاجه اللي هي الحروف اللي زي الطبعه بالظبط كده. التورتايه دي قبل ما انسى بس يا بنات، انا مطلعاها على 230 جنيه. عشان ايه؟ كتير بيبقى يسألني على الاسعار، بس عايزه اقول لكم والفت نظركم لحاجه واحده بس، ان الاسعار عندي غير عندك. الاسعار عندنا متفاوته، ان انا مثلا ما بنزل الخامات باسعارها بعرفك ان انا عندي الخامات بكام. انت ممكن تكوني في منطقة تانية بتجيبي الاسبونج مثلا غالي، الكريمة غالية، او بتجيبي نوع كريمة غير اللي انا بستخدمه. عندك مثلا البيض، عندك الكاكاو، حاجات كتير ممكن تغير سعر التورتة. يعني انا متأكدة ان التورتة دي في اماكن تانية تعدي 300 جنيه. تمام. بس احنا عندنا الخامات بتاعتنا زي ما انا عرضتها معاكم في الفيديو قبل كده، ف هي دي الاسعار اللي احنا بنمشي فيها. فعندنا هنا في البلد ما نقدرش ان احنا نعلي الاسعار اكتر من كده. احنا شغالين في البيت، انا شغالة في البيت واسعاري اعلى من اسعار المحلات. خلاص والحمد لله والدنيا ماشية. بس هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، ابروز التورتايه من تحت كده بابل بسيط خالص، واعمل القلوب زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك يعني. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، كنت بقى في رعاية الله.